في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن واحده من اهم الكريتيف تكنيكس وهي المايند مابينج، وازاي بنقدر نستخدمها لتنظيم افكارنا بشكل اسرع واوضح. لو لسه ما اتفرجتش على الفيديو تقدر تتفرج عليه من خلال العلامه اللي تظهر هنا او هنا. اما النهارده فهنناقش علاقه الابداع بالفقر. هل الفقر بيموت الابداع ولا بالعكس الضغط بيولد افكار عبقريه؟ وازاي نقدر نستخدم الابداع كاداه لحل مشكلات الفقر بدل ما يكون نتيجه ليه؟ في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي الظروف الصعبه بتبقى دافع للابداع، وامثله على ناس حقيقيه استخدمت الابداع لوسيله لحل مشكلات الفقر، وازاي نستخدم الابداع لتحسين حياتنا وحل مشكلاتنا الاقتصاديه. يلا بينا نبدا. لو بصينا حوالينا ممكن نلاقي ان الفقر بيبقى اوقات عامل سلبي واوقات دافع للابداع. من ناحيه الفقر بيشكل تحدي ضخم، ونقص الموارد بيخلي التطور اصعب، والناس بتركز على البقاء اكتر من الابتكار. من ناحيه الفقر بيكون وسيله محفزه للابداع، لما الموارد بتكون قليله بنضطر نستخدم المتاح بطرق غير تقليديه. الابداع ساعتها بيكون ضروره اكتر من انها رفاهيه. في مجتمعات كتيره بنلاقي الناس اخترعت حلول عبقريه بابسط الامكانيات، زي إعادة تدوير المخلفات لمنتجات مفيدة، أو تطوير أنظمة تعليمية جديدة من الموارد المحدودة. مشروع سكول بلاك ديسك في الهند. في كتير من المناطق الفقيرة في الهند الأطفال بيضطروا يقعدوا على الأرض عشان مفيش ديسكات. الحل حقيبة ظهر بتتحول لمكتب محمول، الطالب بيقدر يستخدمه في المدرسة ويروح بيها البيت. النتيجة تجربة تعليمية أحسن من غير تكلفة كتير. 2. مصابيح زجاجات المية ليتر اوف لايت. في مناطق كتيرة مفيهاش كهرباء، فابتكروا فكرة بسيطة. زجاجة بلاستيكية بتبقى مليانة مية، بتبقى مثبتة في سقف البيوت بحيث إنها تعكس ضوء الشمس للداخل. النتيجة إضاءة طبيعية طول النهار ببلاش. 3. الأحذية قابلة للتوسع دي شو ذا جروز. الأطفال في المناطق الفقيرة بيكبروا بسرعة، ولكن في نفس الوقت مش عندهم فلوس يجيبوا أحذية كل شوية. الحل حذاء بيكبر مع الطفل وبيفضل يتوسع حسب احتياجه وبيفضل مكمل لسنين طويلة. النتيجة أقل تكلفة وأحسن جودة وحل عملي جدا. الإبداع مش بس فكرة حلوة، ده كمان أداة قوية لتغيير الواقع. لو عايزين نستخدم الإبداع لحل مشكلتنا الاقتصادية نبدأ منين؟ التعليم والتدريب. لو وفرنا طرق تعليم مبتكرة وسهلة الوصول تقدر الناس تستخدمها عشان تستفيد منها وتطور حياتها بنفسها. استخدام الموارد المتاحة بذكاء، بدل ما نستورد حلول غالية نطور حلول تناسب بيئتنا. واخيرا دعم المشاريع الاجتماعيه. المشاريع اللي بتحل مشاكل حقيقيه بيبقى عندها فرصه نجاح اكبر بكتير من المشاريع التقليديه. وبكده نكون خلصنا الفيديو. لو انت وصلت لحد هنا يبقى انت شخص مهتم بالابداع وطرق التفكير المختلفه لحل المشكلات. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان ما يفوتكش كل جديد. اشوفكم الحلقه الجايه.